تعرف ايه عن السوبر هيروز؟ اوعى تقول لي سوبرمان بقى وباتمان والحاجات التقليديه الضعيفه دي. انت لازم تكون عارف ان مصر فيها اعظم واشجع ابطال خارقين في الخوارق كلهم. ايه معلوماتك مثلا عن سوبر هنيدي؟ بطل مصري شجاع من امبابة، بيحاول دايما ان هو يحمي ويدافع عن اهل مصر كلهم، وطبعا هو مش هيقدر يعمل ده غير بمساعدة كلب البحر او سوبر طلعت. بتهيالي ان كلنا فاكرين سوبر هنيدي لحد دلوقتي عادي جدا، وفي مننا اللي لسه بيتفرج عليه اساسا لحد دلوقتي. فهو ببساطه باين من اسمه ان هو بيتكلم عن شخصيه هنيدي اللي هو البطل، واللي بالمناسبه المفروض ان هي تجسيد لشخصية الممثل المعروف محمد هنيدي في الحقيقة. حتى هو بنفسه اللي عامل الأداء الصوتي للشخصية، ولو ركزت شويتين كده هتلاقي ان ملامح الكاركتر هي نفس ملامح محمد هنيدي. وطالع ان هو مفروض محقق بيبحث في القضايا وفي الحاجات المشاكل اللي بتحصل في البلد، وكل ده طبعا بيتم بمساعدة صاحبه وصديقه الصدوق اللي هو اسمه صلعت، واللي هو في الأساس الممثل المعروف برضو طلعت زكريا. وكان طول المسلسل سوبر هنيدي بينادي صلعت بيقول له كلب البحر، فتحس ان كان في نوعا ما تنمر شويتين. المسلسل كان من اوله لاخره غرضه الكوميديا والضحك فقط لا غير، يعني حتى القضايا اللي كانت بتحصل في الحلقات كلها كانت كوميدية ومضحكة جدا. وطبعا كان في من الشخصيات الأساسية برضو في المسلسل بس ما ظهرتش غير في الجزء الثاني، واللي هو سوبر حسني، واللي كان بيقوم بدوره الفنان الراحل حسن حسني طبعا. وطبعا في شخصيات تاني كتير زي حنان ترك اللي كانت طالعة باسمها برضو، كان اسمها حنان، واللي المفروض ان سوبر هنيدي واقع في حبها ومتيم بيها. ومع مرور الوقت في الجزء الثالث والرابع تقريبا ابتدى يظهر شخصيات جديدة خالص زي ايمي سمير غانم مثلا، كانت طالعة ان هي حبيبة سوبر هنيدي بدل حنان ترك اللي كانت في الاول. واحلى حاجة عجباني انا شخصيا في الموضوع ان المسلسل تحسه واقعي قوي، لدرجة ان اي ممثل بيعمل دور اي شخصية بتطلع باسمه الحقيقي زي ما هي كده، ما بيغيروش حاجة خالص، حتى شكله هو. فده بيديك نوعا ما احساس بالواقعية وان الكرتون موجه اكتر للكبار. بس ده ما يمنعش ان احنا كلنا اتربينا على الكرتون ده ولحد دلوقتي عارفينه وفاكرينه. والتتر بتاع المسلسل كان حاجة فوق العظمة بجد. الاغنية بتاعته كانت رهيبة جدا وكوميدية، كان بيقعد يقول سوبر ايه ده سوبر هنيدي، سوبر ايه ده سوبر هنيدي، على كوبري اكتوبر ليا افيش. فحاجة قمة النوستالجيا. انا بس ليا عتاب صغير على صناع المسلسل، وهو ان مع تقدم المواسم وزيادة الحلقات ابتدت الجودة تقل نوعا ما بشكل ملحوظ. وانا ذات نفسي لاحظت الموضوع ده بشكل شخصي بسبب ان انا يعني بركز قوي في الانيميشن زي ما انتم عارفين، وفي طريقة صناعة العمل والحاجات دي. فحاجة زي الانيميشن دي ما كانش ينفع تعدي من تحت ايدي خالص، وبقوا يكروتوا شوية في بعض الحاجات. فيعني دي حاجة غير مقبولة خالص يا جماعة، معلش، لان سوبر هنيدي محفور في قلوبنا من واحنا صغيرين جدا. فاتمنى جدا ان هم يقدروا يرجعوه بنفس القوة اللي كان فيها في الجزء الاول والتاني، لان فعلا دول كانوا احلى جزئين اتعملوا تقريبا. البطل الخارق اللي لازم نتكلم عنه بعد كده لانه مشهور جدا جدا ومفيش حد ما يعرفوش تقريبا، وهو ده. ولو مستغرب دلوقتي وبتقولي هو ازاي باتمان بطل مصري، فهقولك في الحقيقة ان ده مش باتمان، ده مات نام. وايوه ده اسم المسلسل بجد. مات نام هو شخصية خارقة مصرية كانت تقليد اعمى لشخصية باتمان، يعني هم حتى ما غيروش اي حاجة في الشخصية لدرجة ان هم سابوا اللوجو زي ما هو. فيعني انا مش عارف هو ازاي دي سي ما رفعوش قضية حقوق ملكية على الموضوع ده، بس ما علينا، يعني خلينا ستر وغطى على الناس. مات نام طالع ان هو بطل امريكي في الاساس، وقرر ان هو هيسافر مصر علشان يحاول ان هو يلاقي لنفسه شغلانه او بين قوسين سبوبه، لدرجه ان المسلسل ذات نفسه هتلاقوا مكتوب في العنوان مات نام بين قوسين سبوبه مصريه. وقرر ان هو يسكن مع بسطويسي ومراته اللي اسمها جت سليمه. ايوه ده بجد اسمها غريب جدا، وعايشين في منطقه فقيره شعبيه اسمها كعبيش. وبيبتدي بقى مات نام مغامراته في ان هو يحل المشاكل، بس دايما كان بيفشل في النهايه وبيعجز عن انه يحلها. والحقيقه المسلسل
المسلسل على قد ما هو يعني كوميدي وتافه جدا وملوش اي هدف، بس هو كان بيسلط الضوء على بعض المشاكل اللي كانت موجودة في المجتمع وقتها، فهم كانوا بيحاولوا يطلعوا بمنتج يعني عليه القيمة، بس الحقيقة ما نجحوش في ده. بس الحمد لله يعني ان الموضوع عدى على خير، والفشل ده كان في صالحهم علشان الموضوع ما يوصلش لدي سي كوميكس بره. تالت مسلسل هنتكلم عنه النهارده في حلقتنا عن الابطال الخارقين المصريين، وهو مسلسل انا ما كنتش اعرفه خالص قبل ما اعمل الحلقه دي، انا لسه عارفه دلوقتي حالا وانا بعمل سيرش، وهو اسمه سيف الفتى الشجاع. ده كان مسلسل مدفون تحت التراب حرفيا، انا ما يعني عمري ما سمعت عنه اي حاجه ولا اعرف ان في اي حد يعرفه، بس الحقيقه اتفرجت على كام حلقه منه كده لقيته لذيذ جدا ويجي منه. يعني هو قصه المسلسل كلها بتدور حوالين شخصيه الشاب اللي هو اسمه سيف ده، واللي هو طالع شغال رسام في احدى المجلات، بس هو متردد وخجول جدا وانطوائي كده على نفسه، فهتلاقيه ما بيعرفش يتصرف ولا يتعامل عموما، وطول الوقت كان قاعد مستني الفرصه المناسبه علشان يكون ذو شأن ويعني ويلاقي قيمته في المجتمع ويبقى ليه قيمه كده في المجله اللي هو شغال فيها. وفي يوم من الايام تجيله الفرصه فعلا لما مدير المجله اللي هو شغال فيها يجي يطلب منه بشكل شخصي انه يرسم غلاف المجله، فطبعا عم سيف يتبسط جدا ويزقطط لان هي دي فرصه العمر اللي هو مستنيها حرفيا، ويقرر انه يروح يشتري قلم جديد مخصوص للمناسبه دي علشان يبتدي ان هو يرسم غلاف المجله بكل حماس. ومن هنا بقى بتبتدي الرحله بتاعت الكرتون، لان سيف بيكتشف ان القلم اللي هو لسه مشتريه جديد ده بيقدر انه يرسم لوحده، وفي كل حلقة لما بيجي يرسم بيه بيقوم مشفوط كده جوه الورقة بطريقة ما، وفي كل مرة بياخدوا الاماكن جديدة واحداث مختلفة علشان يقدر ان هو يحارب الاشرار وينصر المظلومين ويعيش المغامرات دي كلها. بس للأسف في نهاية كل حلقة هو بيفشل ان هو يسلم الغلاف للمدير بتاعه في الوقت المطلوب، فبيضطر يعيد المحاولة تاني في الحلقة اللي بعدها وهكذا. المسلسل جميل جدا بصراحة وبسيط، يعني ستايل الرسم الكرتوني بتاعه ده بسيط جدا والتحريك برضو كذلك، فانا ما اعرفش بصراحه هو ليه ما خدش حقه عموما او ليه احنا ما سمعناش عنه حاجه رغم انه كان يستحق اكتر من كده بكتير. اخر ابطال خارقين معانا في حلقه النهارده وهنتكلم عنهم هم الغنيين عن التعريف طبعا بلا شك، المغامرون الخمسة. مين فينا مترباش وترعرع كده على المغامرون الخمسة؟ انا عايز اقول لكم ان المغامرون الخمسة اساسا كان يعني بيجي وبيتعرض من قبل ما انا شخصيا اتولد اساسا، فهو حاجة من قديم الازل وفضل مستمر لفترة كبيرة جدا من الزمن. هو كان بيتكلم عن 5 مغامرين اللي هم نوسة، لوزة، تختخ، عاطف، محب، دول ابطال العمل الاساسيين، وطالعين ان هم بيحاربوا قوى الشر اللي هو كانت متمثلة في فاي. ومن ضمن الشخصيات الفرعية اللي كانت معاهم في المسلسل كان المفتش سامي، وده كان طالع بدور مدير مباحث الجنائية في القاهرة وكان بيثق جدا في المغامرين الخمسة. الفكرة بقى للي ما يعرفش ان المغامرين الخمسة اساسا كانت سلسلة كتب قبل ما تبقى كرتون، وكانت مكونة من اكتر من 181 كتاب بيحتوي على الغاز كتير. وطبعا الابطال الخارقين المصريين مش هيخلصوا مش هينتهوا ابدا مهما اتكلمنا عنهم. وعايز اقول لكم نصيحة اخيرة سريعا كده، ما تنساش تتغطى كويس كل يوم قبل ما تنام،